لو سمعت قبل كده إن في حد اتحرق، فأول حاجة بتيجي في بالك وبتسألها هو اتحرق إزاي؟ والإجابة الطبيعية في الموقف ده إنه يكون اتحرق بنار أو حاجة سخنة مثلا. بس اللي هتستغربه إن حد يقولك ده بسبب الكهرباء. طب هو ليه الكهرباء بتعمل حروق؟ اعمل لايك واشتراك وتعال أقولك. عشان يحصل حرق لازم يكون فيه طاقة حرارية. طب إزاي الكهرباء بتنتج طاقة حرارية بقى؟ قانون العم جول بيقول إن الطاقة الحرارية المولدة من تيار كهربي بتتناسب طرديا مع مربع التيار والمقاومة والزمن. وده معناه إن كل ما المقاومة وشدة التيار بتزيد، كل ما الحرارة هتزيد. فأنت لما بتتكهرب جسمك بيقاوم الكهرباء اللي داخلاله، والمقاومة الزيادة دي بتزود الحرارة، فبالتالي بتسبب الحروق. بس لو جسمك كان مبلوء فده هيقلل المقاومة، بس هيزود التيار اللي داخلك، وبالتالي القلب والمخ هيتأثروا، لأن هم أصلا بيشتغلوا بالكهرباء. وربنا يعافينا جميعا يا رب.